بصيغة الجمع، لأنه سمعت منذ قليل أستاذ صاحبي عتيق يتحدث عن سلفية ويعني ومرجعية، هي مرجعية واحدة ولكن هناك تفريعات. هل يصح فعلا نتحدث عن تيارات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نشكر لقناة حنا على هذه الاستضافة وكذلك نحيي الضيوف الكرام. طبعا الذي حصل في تونس هذه الثورة لم يكن الدافع لها إلا المطالبة بضروريات الحياة والبحث أو المطالبة بمواطن الشغل وتوفير ما يحتاجه الإنسان، بل كان الدافع لها أيضا المطالبة بحرية الإنسان في معتقده وحرية الإنسان في توجهه. وصحيح أن الاضطهاد، أنا أشارك الأستاذ، طال الجميع، طال الذين هم من التيار الإسلامي بين قوسين، وطال أيضا بعض الحدثيين بدرجات متفاوتة، ولكن كان التيار الإسلامي أكثر عرضة لهذا الاضطهاد. فالإسلاميون هم الذين تعرضوا أكثر للاضطهاد والقمع والسجن والتعذيب أكثر من سائر التيارات الأخرى. والباعث أو من أهم الأسباب التي جعلت الإسلاميين يتفوقون في الانتخابات سواء كان في تونس أو في مصر أن الشعوب شعوب مسلمة، وقد جربت هذه الشعوب المسلمة كل التوجهات وكل أنواع السياسات في الماضي. جربت الاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والقومية، ولكنها أدركت أنها لن تتحصل على ما تريد إلا في ظل شرع الله عز وجل، وإلا في ظل هذا الإسلام العظيم الذي هو دين ودولة وعقيدة وشريعة. فالمسلمون لهم ثقة كبيرة بدينهم، ولذلك الذي جعلهم يتمسكون بحق هذا الانتخاب واختيار هذه الثلة من الإسلاميين هذه العقائد التي يتبنونها وهذه القناعات الشخصية. فلم يكن هذا عن فبركة أو صناعة من قبل الإسلاميين أبدا، وإنما الشعب هو الذي اختار. نعم، الشعب نكون أكثر وضوح. الشعب اختار مثلا في تونس، اختار أو صوت بنسبة لحزب حركة النهضة، بنسبة الأغلبية طبعا. نعم. لحزب حركة النهضة. أنتم لا تنتمون لحزب حركة النهضة، لكنني أشد على أيديهم. إذا معناها المرجعية، أين الاختلاف؟ يعني كيف تنظرون إلى حزب حركة النهضة؟ كيف تنظرون إلى هذا الحزب واختيار الناس؟ نحن لا نختلف، لأن هذا الإسلام يعمل له مختلف التوجهات. يعني أن هذا الدين يعمل له الداعية في حقل دعوته، والعالم في مجال تعليمه، والسياسي في مجال السياسة. فكل واحد يقدم شيئا لدينه، ونحن لا نختلف مع حركة النهضة، فنعتبرهم هم إخواننا كما أن سائر أفراد الشعب التونسي كذلك إخواننا. فما دام أنهم يعملون في هذا الحقل السياسي للمحافظة على الهوية العربية والإسلامية، فنحن نشد على أيديهم وسوف نظل نخلفهم. باش نرجع لبرشا تفاصيل فيما بعد، خلينا هذه مازال